مساء الخير يا جيمر يا جميل. طبعا من كام يوم سمعنا ان لعبه هوجورتس ليجاسي نزلت، لا وكمان اتعربت. In light of your unique situation, joining us as a fifth year, we've devised something extraordinary to ensure your success. A lot to absorb on your first day. Can't believe I'm here. اتعربت مش الترجمه نفسها، الكابتشن نفسه مش مفيش ترجمه في فايلات اللعبه، لا هي الكابتشن نفسه الاصل الاساسي بقى عربي. ده للناس اللي ما تعرفش يعني ايه اتعربت. يعني خبر مفرح طبعا وكلنا مبسوطين، لكن في الحقيقه مش كلنا مبسوطين، عشان الجيمرز اللي اجهزتهم ضعيفه واللي ما عندهمش اجهزه اصلا يعني بيبكوا في الزاويه، فاللي هو ما هنقول ايه. يلا الحمد لله. المهم خلينا في الاول نقول احنا هنتكلم عن ايه في الفيديو. يعني هنتكلم عن نبذه سريعه عن اللعبه ومين الديفلوبرز اللي طوروها ومين الشركه اللي نشرتها، وبعدين هنتكلم عن قصه اللعبه وتقدر تعمل فيها ايه وكده، وكمان هتقدر تختم اللعبه في مده قد ايه، وكمان هنتكلم عن نوعيه الاعداء اللي المفروض هيقابلوك خلال الرحله بتاعتك، وكمان هقول لك على المينيمم ريكويرمنتس اللي هي المفروض تشغل اللعبه اللي هو اقل حاجه، وبرضه هقول لك على ريكومندد ريكويرمنتس اللي هي المفروض تخلي اللعبه سلسه معاك، واخيرا هقول لك ازاي تحملها مجانا وحاجات كتير طبعا خلال الفيديو. قبل ما نبدا انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا معلش كنت حابب بس اقول لك ان انا عامل جيف اواي بقيمه 100 جنيه كاش، ال100 المره دي والمره اللي جايه 200 اللي بعدها 400 وهكذا لحد ما نوصل بقى مبلغ كبير يعني ان شاء الله. هدلعك ما تقلقش. وكل اللي عليك عشان تنضم عشان تاخد الجيف اواي دي انت المفروض تكون اول حاجه مشترك في القناه كده كده، وتكون عامل لايك وكومنت وشير بس. شروط سهله خالص يعني مفيش اي حاجه، يعني لايك وكومنت وشير ده طبيعي اصلا. ويلا بينا نبدا في الفيديو. في البدايه كده اللعبه من نوع مغامرات واكشن وطبعا عالم مفتوح، اللي هو عالم مش السحر والشعوذه بقى والكلام الجميل ده كله. اللعبه بتدور احداثها في عالم سلسله هاري بوتر، ولكن في القرن ال19 يعني قبل هاري بوتر اصلا ب 100 سنه تقريبا. واللعبه من تطوير استوديو افالانش سوفت وير، مش ده الاستوديو اللي عمل ماد ماكس وريج، لا ده واحد تاني خالص. والشركه المسؤوله عن نشر اللعبه هي ورنر بروس جيمز، اللي استحوذت على الاستوديو اصلا اللي عامل اللعبه سنه 2017، واللي عملت تريد مارك معينه اسمها بورتكي جيمز، اللي هي بيكون تركيزها كله على سلسله عالم هاري بوتر سواء العاب او افلام او ايا كان. نيجي بقى لقصه اللعبه. انت هتكون بتلعب بشخصيه طالب بدا متاخر في مدرسه هوجورت في الصف الخامس، وبيكون ليك القدره على التلاعب بسحر قديم كده، فهيبقى مطلوب منك اصلا ان انت تصد الاعداء اللي عايزين يسخروا السحر القديم ده. وزي ما قلت لك احداث اللعبه في عالم سلسله هاري بوتر، ولكن قبلها ب 100 سنه، يعني انت مش هتشوف اي شخصيه من شخصيات السلسله، انت هتشوف شخصيات جديده تماما. ولكن طبعا الاشباح بقى والصور اللي بتتحرك والطاقيه اللي بتختار الاماكن والكلام ده كله موجود طبعا، يعني الحاجات الاساسيه موجوده. وطبعا هيكون ليك القدره ان انت تستكشف الاماكن اللي موجوده في المدرسه، وهيكون ليك القدره برضه انت تستكشف الاماكن اللي بره المدرسه نفسها زي الغابه المحرمه مثلا او دايجون الي والكلام ده كله، وحتى القرى المحيطه بالمدرسه. ما انت براحتك بقى مع عالم مفتوح، عيش حياتك. وتقدر طبعا تمشي على رجلك او تمشي او تطير بالمكنسه الطائره، او مثلا ممكن لو قابلت حيوان مثلا ممكن تروضه وتمشي بيه عادي. وبالنسبه للشخصيات فانت عندك القدره ان انت تكستمايز اي شخصيه زي ما انت عايز، اعمل فيها اللي انت عايزه، وكمان تختار البيت اللي انت تقعد فيه عادي. وكمان هتقدر تختار تبقى في جريفندور او سليزرين او غيرهم بقى. في البدايه هيكون مطلوب منك ان انت تتعلم سحر وتعاويذ وكده عشان تستخدمها في المواجهات اللي هتقابلها خلال الرحله، وكمان هتحضر الصفوف اللي كانت موجوده اصلا في السلسله زي مثلا الاعشاب السحريه والتعويذ والكلام ده كله. وطبعا المهارات هتزيد كل ما انت بتزيد في اللعبه، حتى انت ممكن تعمل مهمات جانبيه مثلا عشان تطور من الشخصيه بتاعتك او تقويها وكده. طيب جميل، الحوار ده كله بقى يتختم في قد ايه؟ بص لو هتمشي ستريت في اللعبه من غير المهمات الجانبيه والكلام ده كله ممكن نقول مثلا من 25 ل 30 ساعه، لكن لو عايز بقى تقفلها كلها بقى وتعمل اتشيفمنتس وتعمل كل المهمات الجانبيه وكل الكلام ده كله فهتاخد منك تقريبا 100 ساعه يا دوب. وهيكون قدامك 3 اعداء رئيسيين، السحرة والجوبلينز والمونسترز، وطبعا بقى الاشباح والعناكب والحاجات اللي انت عارفها دي عادي يعني. طيب جميل، خلينا بقى نخش على متطلبات تشغيل اللعبه دي. هنبدا بالمينيمم ريكويرمنتس اللي هي اقل حاجه تشغل اللعبه. اولا طبعا الويندوز مش اقل من ويندوز 10 ده مبدئيا كده، والمعالج لو من شركه انتل هيبقى اولك كور اي 5 6600، لو من شركه اي ام دي فاحنا هنتكلم على اللي هيوازيه اللي هو مثلا رايزن 5 1400، والرامات طبعا ما تقلش عن 16 جيجا، والاستورج مساحه التخزين نفسها 85 جيجا، وكارت الشاشه لو من نيفيديا فاحنا بنتكلم في جي تي اكس 960 4 جيجا طبعا، ولو من اي ام دي فاحنا بنتكلم على اللي يوازيه برضه هيكون راديون ار اكس 470 وبرضه طبعا 4 جيجا. والمواصفات دي هتخليك تشغل اللعبه على اقل اعدادات 720 بدقه 720 والفريمات 30 فريم، كويس يعني اي حاجه. حلو. طيب وريكومندد بقى ريكويرمنتس اللي هي هتخلي اللعبه تمام سلسه معاها مفيش اي مشاكل، اللي تخليك تشغلها 1080 مع 60 فريم، طبعا ويندوز 10 مش ما فيش اقل من ويندوز 10 طبعا. والمعالج لو من شركه انتل هيبقى كور اي 7 8700 3.2 جيجا هرتز، ولو من شركه اي ام دي فاحنا بنتكلم برضه في اللي يوازيه اللي هو رايزن 5 3600 3.6 جيجا هرتز، والرامات طبعا ثابته 16 جيجا والاستورج 85 جيجا دول ثابتين عادي. نيجي بقى لكارت الشاشه، لو من نيفيديا هيبقى جي فورس 1080 تي اي، ولو من اي ام دي فاحنا بنتكلم برضه في اللي يوازيه اللي هو ار اكس 5700 اكس تي. وزي ما قلت لك المواصفات دي هتشغل لك 1080
60 فريم عادي من غير اي مشكله. واخيرا بالنسبه لتحميل اللعبه فانا مش هقدر اتكلم عليه هنا عشان انت فاهم بقى، بس هسيب لك لينك في الديسكربشن يعني تروح تحمل منه اللعبه، يعني هو مش عارف اعمل لك ايه اكتر من كده بقى. ما تنساش بقى تنزل تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وعشان تتابع الجيف اواي وتعمل الشروط اللي قلت لك عليها، وان شاء الله تكسب يعني. وبس يلا سي يو بيس.